السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة مصر 24 ساعة الكرام، أتمنى من الله أن تكونوا على أفضل حال. أسعار الدواجن أو الفراخ واللحوم وكرتونة البيض اليوم الخميس 24/5/2018 في مصر. شهدت أسعار اللحوم والدواجن في مصر يوم الخميس 24/5 ارتفاعا في السوق المصري، وقد شهدت اليوم ارتفاعا طفيفا في أسعار الفراخ بقيمة جنيه أو 2 جنيه في بعض الأسواق المصرية، وقد تختلف من تاجر لتاجر حسب المكان. وجاءت أسعار اللحوم كالتالي: سعر كيلو اللحم الكندوز البلدي 120 جنيه إلى 130 جنيه. سعر كيلو اللحم البتلو البلدي من 160 جنيه ل 180 جنيه. سعر كيلو اللحم البتلو المستورد من 85 جنيه ل 175 جنيه. سعر كيلو اللحم الضاني البلدي من 130 جنيه ل 140 جنيه. سعر كيلو اللحم الجاموسي سعر كيلو اللحم الجاموسي من 130 جنيه إلى 160 جنيه. سعر كيلو اللحم الجملي من 100 إلى 120 جنيه. سعر كيلو اللحم الضاني المستورد 85 جنيه. وسعر كيلو اللحم الماعز 120 جنيه. أسعار الدواجن في مصر النهاردة: الفراخ البيضاء سعر الكيلو من 33 ل 35 جنيه. الفراخ الكبيرة بيسموها لحم الأمهات سعر الكيلو من 25 ل 27 جنيه. الفراخ الساسو سعر الكيلو من 37 جنيه ل 37 جنيه ونص. سعر كيلو الفراخ البلدي من 35 جنيه ل 37 جنيه. سعر كيلو الأرانب من 47 ل 52 جنيه. سعر الحمام سعر زوج الحمام من 50 إلى 65 جنيه. سعر السمان سعر كيلو السمان من 20 ل 30 جنيه. وسعر كيلو البط من 37 جنيه ل 50 جنيه. بالنسبة لأسعار البيض: سعر كرتونة البيض الأبيض من 29 جنيه ل 30 جنيه ونص. وسعر كرتونة البيض الأحمر 31 جنيه. وسعر كرتونة البيض البلدي 33 جنيه. دي كانت أسعار اللحوم